بلي هادشي اللي غادي يبقى يتسنانا في الدار، يعني كاع الفرق دابا عارفين كيفاش كنلعبوا. عاد دابا كاين واحد نوفو سيستيم، دونك خصنا نوجدوا بان كاع الماتشات اللي غنلعبوهم في الدار ان شاء الله من هنا لقدام غادي يكونوا بحال هكا كونتر دي زيكيب اللي غادي يكونوا بلوك با. خصنا نلقاو لا سوليسيون. معاك مزيان باش يتعلموا، مزيان باش يعرفوا ملي كنلعبوا في الدار الفراقي غيستناونا غيضيعوا الوقت. خصنا نعرفوا نجيبوا لا سوليسيون باش نقتلوا الماتش مي بتيت زوكازيون اللي كيجيونا. كاع الفرق الافريقيه ديال اليوم ما بقاوش كيما الفرق ديال شحال هادي. كنشوف فرق اللي منظمه تكتيكيا، اكثريه ديال الفرق ما تيجيوش يضغطوا علينا فكيرجعوا لور باش يدافعوا، فماشي سهل يعني تخرق فرص. نبريباريو جوج ماتشات اللي جايين اللي غادي يكونوا امبورطون، ما يكونوش دي ماتش اميكو، اللي غادي يكونوا ماتش ديال كاليفيكاسيون دو كوب دي موند. دونك ان شاء الله يكون عندنا الوقت باش لعب المنتخب المغربي في مباراتين وديتين أمام المنتخب الأنغولي اللي سالت بنتيجة 1-0، ومنتخب موريتانيا بنتيجة 0-0. بعد غير راضي الجمهور المغربي فأنك لاعب في البلاد ديالك وأمام جمهورك وبدون ضغوطات، وما تقدمش أداء منتظر منك. وليد ركراكي قريب من مغادرة المنتخب المغربي. الركراكي ضعيف تكتيكيا، الركراكي كبر عليه المنتخب المغربي. الجامعة الملكية المغربية تبحث عن مدرب جديد لقيادة المنتخب المغربي. هذه كلها أخبار تم تداولها بشكل كبير من بعد مباراة أنغولا وموريتانيا، وأنا ما كنتفقش مع إقالة وليد الركراكي. فراه ما يمكنش تختبر مدرب من مباراتين وديتين. فراه من بعد كأس العالم المنتخب المغربي بدل الخطة اللعب. فراه كان كيلعب دفاعيا وكيعطي الكرة للخصم وكيعتمد على الهجمات المرتدة، ولا حاليا هو اللي كيشد الكرة، هو اللي كيقلب على الحلول أمام المنتخبات اللي كتعتمد بشكل كبير على الدفاع. فهنا كيجي الدور على المدرب. من واجب وليد الركراكي يلقى حلول بحال هاد التكتلات الدفاعية، ويلقى تشكيلة متوازنة ومتجانسة، وأهم حاجة تكون جاهزية. فهو حاليا بدل الخطة اللي كانت 4-1-4-1 الخطة 4-2-3-1، واستغنى عن اللاعبين اللي كانوا من ركائز المنتخب المغربي كرومان سيس وسليم أمن الله، والمناداة على اللاعبين اللي أول مرة يحملوا قميص المنتخب المغربي كإبراهيم دياز وإلياس بن صغير وإلياس أخوماش، واللي عاد كيتأقلموا مع اللاعبين الآخرين، واللي كيجرب التشكيلة المثالية اللي غادي تكونوا في المباراتين القادمتين.